صفوان وقف قصاد والدته هي وشمس وقال وهو منفعل: في يا أمي، لو سمحتي ده مكان شغل ومش هسمح أبدا إن أي كلام مش مناسب يتقال فيه. اتفضلي يا شمس اقعدي على مكتبك، وحضرتك يا أمي اتفضلي روحي البيت وهناك هنتفاهم. شمس كانت مش قادرة تاخد نفسها من الصدمة ومن طريقة والدة صفوان وانفعالها عليها. والدة صفوان كانت منفعلة جدا. طيب يا صفوان، بس اعمل حسابك، أنا مستحيل أسمح لها تقرب لك تاني وتلعب عليك وتدمرك. وبعدين هي مش متجوزة راجل، مخليها عايشة ملكة. ايه بقى اللي مخلي الملكة تنزل تشتغل وتبهدل نفسها؟ ولا خلاص الراجل فلوسه خلصت قالت تلف عليك من تاني؟ أنا ماشية يا صفوان عشان دمي ما يتحرقش أكتر من كده. مشيت والدة صفوان وصفوان كان متضايق من الموقف وبص لشمس اللي كانت حاطة عينيها في الأرض وحزينة جدا. أنا الناس كلها اتفرجت عليا، كنت فاكرة إن الماضي انتهى بكل ما فيه، ولما جيت أشتغل والله ما كنت أعرف إنك صاحب الشركة. على العموم أنا غلطت لما عرفت إنك صاحب المكان وكملت فيه. أنا هقدم استقالتي وهدور على مكان تاني أشتغل فيه. أنا آسف يا شمس، بس انتي عارفة إن أمي مهما مرت السنين مستحيل تنسى وجع قلب ابنها، واللي حصل زمان كان صعب عليها. أما بالنسبة للشغل فأنا مش هغصبك إنك تفضلي معانا، بس على الأقل خليكي لحد ما تشوفي مكان تاني. شمس هزت راسها بكسوف وحزن وصفوان سابها ودخل مكتبه، ونسمة جريت عليها وقالت لها بفضول: أنا كده فهمت، انت كان في بينك وبين أستاذ صفوان حاجة، طب ما تقولي يا شمس وتحكيلي. يا نسمة بالله عليكي أنا مش ناقصة، واللي سمعتيه عشان خاطري ما يطلعش لحد وعشان أريحك، فهو كان موضوع قديم قوي واتقفل. أستاذ صفوان كان زميلي في الجامعة زمان وكان جاري في نفس المنطقة، بس خلاص كل واحد شاف حاله، وأنا ست متجوزة ومش حابة إن حد يتكلم عليا. ما تقلقيش، سرك في بير، شكلك بنت حلال يا شمس، وأنا حبيتك عشان خاطري. بلاش تسيبي الشركة، انتي شاطرة وبتحبي شغلك، وأستاذ صفوان بيحب اللي يعمل شغله على أكمل وجه، وهيخسرك لو مشيتي. شمس سكتت وافتكرت أيام زمان لما كانوا في الجامعة سوا، وكان صفوان قد إيه بيحبها، وافتكرت يوم مستحيل تنساه مهما مر عليه سنين، لما روحت البيت ولقيت والدها بيبكي، ولما سألت إيه اللي حصل رد والدها وقال: أختك رحاب يا شمس راحت يا بنتي، إنا لله وإنا إليه راجعون. شمس حست بوجع صعب يومها، وافتكرت كل حاجة مرت بينها وبين رحاب أختها الأكبر منها ب10 سنين، اللي كانت صبرة وراضية مهما الدنيا جت عليها. ولما كلهم راحوا لها البيت ولقوها نايمة لآخر مرة على سريرها وبناتها روان ورقية جنبها بيبكوا، قربت منهم شمس وحضنتهم: اهدوا يا حبايبي، عشان خاطري اهدوا، صدقوني هي في مكان أحسن بكتير. وبعد يومين من وفاة رحاب والدها قرب منها وهي قاعدة بتبكي في شباك أوضتها وقال لها: وحيدي الله يا بنتي، ده أمر الله. لا إله إلا الله، الفراق صعب قوي يا بابا. رحاب كانت أقرب حد ليا من بعد وفاة ماما الله يرحمها، عمري ما حسيت إنها أختي، دايما كنت بحس إنها أمي، كانت دايما صبرة وراضية بأي حاجة، عمري ما شفتها بتبكي ولا بتشتكي، رغم إن عيونها تملي كانت حزينة، ولما كنت بسألها كانت بتهرب دايما من سؤالي. أنا صعبان عليا بناتها قوي، صعبانين عليا يا بابا. عمرك أطول من عمري، كويس إنك فتحتي السيرة دي يا بنتي. لازم روان ورقية يلاقوا حد يراعيهم ويكون قريب منهم ومفيش أنسب منك. أنا عايزك كل يوم تروحي تشوفي بيت أختك وتشوفي طلبات البنات وطلبات جوز أختك. الراجل عمره مقصر معانا، وكل شهر بيبعت لنا مصاريفنا، وهو اللي بيدفع لك فلوس الجامعة، وحتى جهازك جايب لك نصه. طبعا يا بابا هروح، أنا كده كنت هنزل كمان شوية، مش ناوي تيجي معايا؟ هبقى أجيلك بالليل لما تخلصي كل طلباتهم. شمس جهزت نفسها وهي دموعها على خدها، وما كانش قلبها مطوعها تدخل بيت أختها وهي مش موجودة. ولما وصلت رقية فتحت لها واترمت في حضنها:
وحشتني قوي يا خالته، احنا مش عارفين ناكل ولا ننام. يا حبايب قلبي تعالوا قولولي نفسكم في ايه ونعمله لكم. وقفت شمس في المطبخ وبدأت تعمل الأكل بكل حزن وقلق. كانت شايفة أختها في كل مكان في البيت. ولما نصر جوز أختها وصل ودخل المطبخ شاف رحاب قصاده مش شمس. عينيه بصت لها بكل لهفة وفضل يبص لها لحد ما هي لفت فجأة ولقيته قصادها واتخضت. أبي نصر أنا آسفة، ما خدتش بالي إنك جيت. الحمد لله على السلامة. تحب أحضر لك الأكل؟ تسلم ايدك يا شمس، آسف لو كنت خضيتك، ما كانش قصدي. أنا متشكر جدا ليكي، احنا تعبناكي معانا. لا شكر على واجب، اتفضل ادخل غير لحد ما جهز الأكل. شمس خلصت كل طلباتهم من أكل النظافة الغسيل، وحتى البنات فضلت قاعدة معاهم تشوفهم محتاجين ايه. الباب خبط وكان والد شمس، واللي فتح له هو نصر. اتفضل يا عمي، البيت بيتك. عامل ايه يا نصر يا ابني دلوقتي؟ أكلت ولا لأ؟ هاي البركة في شمس، هي اللي عملت كل حاجة ورجعت للبيت الروح من تاني بعد ما كان ضلم من بعد رحاب. الله يرحمها، فات يومين ومحدش مصدق اللي حصل، كأننا في كابوس. الله يرحمها يا عمي، أنا مش عارف من غير شمس كنا عملنا إيه. ومن هنا بدأت مأساة شمس اللي كانت كل يوم بتروح محاضراتها وبعدها تروح بيت أختها تراعي ولادها وتعمل لهم كل طلباتهم. وفات شهرين كاملين وشمس كانت معوضاهم غياب رحاب أختها وما قصرتش معاهم. وفي يوم صفوان كان مروح شمس اللي حالها اتبدل وكبرت عمر فوق عمرها من يوم فراق أختها. صفوان بصلها بشفقة. أنا مش عارف أقولك إيه يا شمس، اللي بتعمليه مع ولاد أختك ده موقف إنساني مستحيل حد ينكره، لكن أنا صعبان عليا تعبك. الصبح جامعة وبعد العصر شقة في بيت أختك، لحد إمتى بجد هيستمر الوضع ده؟ خلي بالك أنا صابر بس عشان أنتي لسه خطيبتي، إنما لما نتجوز أكيد الحال هيتغير. يعني إيه؟ هتمنعني عن ولاد أختي يا صفوان؟ أنا ما قلتش كده طبعا، أنا هسيبك تروحي بس رجلي على رجلك ومرة كل أسبوع. بصراحة موضوع إنك تروحي بيت راجل غريب ده مضايقني جدا وللأسف مش قادرة أتكلم. أنت بتغير عليا من أبي نصر يا صفوان؟ ده أصغر من بابا بحاجة بسيطة. على عموم اللي تقوله أوامر يا حبيب قلبي، بينا نروح بقى عشان اتأخرت. ولما شمس روحت مع صفوان زي كل يوم لقيت والدها مستنيها وقرب عليها وقال لها بكل غضب: انت لحد امتى كل يوم والتاني هتفضلي رايحة وجاية مع اللي اسمه صفوان ده؟ هو مش أنا قلتلك إني مش عاجبني الحال ده؟ يا بابا هو صفوان عمل إيه لكل ده؟ أنا مش فاهمة حضرتك ليه مصمم تبوظ الجوازة؟ أنا بحبه وهو بيحبني وبيعمل عشاني المستحيل. يا بابا ده بيشتغل بدل الشغلانة 3، ده غير إنه في آخر سنة في الجامعة، يعني محتاج كل دقيقة عشان يذاكر فيها، ومع ذلك مش بيرتاح عشان يعمل كل اللي طلبته منه. يا بابا لو سمحت، أنا بحب صفوان ومش هسيبه أبدا. وأنا عايز راحتك وشايف إن حياتك مع البني آدم ده هتبقى مليانة شقة وتعب، ومش بعيد يشغلك عشان تساعديه في المصاريف. من الآخر الجوازة دي لا يمكن تتم. كلام والدها كان نازل عليها زي الصاعقة، ومن يومها رفضت تنزل من البيت ورفضت حتى تروح لولاد أختها، وفضلت تعيط وهي محتارة ومش فاهمة ليه بيحصل معاها كل ده، خصوصا من بعد وفاة أختها. شمس فاقت من ذكرياتها على صوت رنة موبايلها، ولما لقيت اللي بتتصل روان عيطت بحرقة وقلبت التليفون الناحية التانية. عدى قصاد مكتبها صفوان ولقاها بتعيط بحرقة، والأول مرة ملامحه يبان فيها اللهفة عليها، وقرب منها: مالك يا شمس؟ انت كويسة؟ انت لسه زعلانة من ماما؟ انت عارفة يا شمس ان اللي عملته ده غصب عنها. نسيتي لما جات لكم لحد البيت تترجى باباكي وقال لها ما عنديش بنات للجواز واداها الشبكة وطردها من البيت؟ اللي عملتوه كان كتير يا شمس. يا صفوان أنا فاكرة كل اللي حصل، مفيش داعي تفكرني، بس اللي وجعني حاجات كتيرة تانية. أنا بدفع تمن حاجات أنا ما عملتهاش. أنت عارف أنا نفسي في إيه؟ نفسي أفقد الذاكرة علشان أبطل تفكير في الماضي اللي وجع قلبي. أنا ماشية يا صفوان، بعد إذنك. مشيت شمس وروحت البيت. روحت وهي حزينة وقلبها وجعها، قلبها وجعها من كل اللي حواليها
ولما وصلت البيت لقيت روان ورقية مستنيينها قصاد باب الشقة، وكانوا قاعدين على السلم. روان كانت بنت عمرها 19 سنة ورقية 18. وأول ما شافوا شمس حطوا وشهم في الأرض، ورقية قالت لها بتردد: احنا أسفين يا خالته، احنا مش قادرين نعيش من بعدك، البيت بجد ناقص وجودك. بصراحة يا خالته احنا عرفنا قيمة كل حاجة بتعمليها معانا، احنا من غيرك محتارين في كل موقف بيمر علينا لوحدنا، احنا اكتشفنا اننا لسه مش قادرين نقف على رجلينا. شمس بصت لهم بحزن ولوم واتكلمت بنبرة عتاب: ياه، دلوقتي حسيتوا بقيمتي؟ انا ما عملتش معاكم حاجة وحشة، انا رضيت بسنين عذاب عشتها مع ابوكم وسكت، ورضيت عشانكم. كل مرة كنت بقوله اني هتطلق كان بيهددني بيكم ويقولي انه مستعد يطلقني ويتجوز واحدة غريبة تبهدلكم، وساعتها لو جيتوا تستنجدوا بيا مش هيفتح لي باب. ورغم اني ضحيت عشانكم، انتوا في المقابل اتضايقتوا من وجودي واعتبرتوني جاية اخد مكان اختي اللي لحد النهاردة انا موجوعة عليها، يمكن اكتر منكم. على العموم انا مسامحاكم، انما رجوع بيتكم تاني لا، انا مستحيل ادخل البيت اللي شفت فيه الأسوأ والوجع منكم. انا قلبي ما اتجرحش غير منكم انتوا، لان نصر راح ولا جه غريب، انما انتوا حتة مني. بالله عليكم ما صعبتش عليكم لما مشيتوني من بيتكم الساعة 2 بالليل. روان ورقية كانوا بيبكوا وهم ماسكين ايد شمس وحاسين بالندم، كان نفسهم يرجعوا بالزمن عشان يعاملوها ربع معاملتها الحنينة معاهم. ورقية بصت لها وهي بتبكي: عشان خاطري تعالي معانا، احنا من غيرك حياتنا وحشة قوي. تصوري روان لقيت هيثم زميلها جاي وراها البيت، ولما جت تقفل الباب زقها وكان اسكتي يا رقية، انتي بتقولي ايه؟ انا كويسة يا خالته. لا، انا عايزة افهم ايه اللي حصل بالظبط. مش هيثم ده زميلك يا روان؟ هو مش لما وصلك بعربيته وقلتيلي انه زميلك وبس؟ احكي لي يا روان ايه اللي حصل. روان بصت لشمس بكسوف وقالت لها وهي عينيها في الارض: اللي حصل اني كنت بحكي لهيثم كل صغيرة وكبيرة في حياتي، حتى علاقتنا بيكي كنت بحكيها له. كان دايما بيشجعني انك ما تبقيش معانا، وانك مش من حقك تتحكمي فينا، واننا كبرنا كفاية اننا نخلي بالنا من نفسنا. افتكرته بيحبني يا خالته وصدقته. انا اسفة. ولما مشيتي قلت له، ويومها صمم انه يطلع معايا البيت، ولما رفضت وطلعت وقبل ما افتح باب الشقة لقيته زقني ودخل معايا الشقة بالعافية. فضلت اصوت عشان حد يلحقني، لكن ما حدش لحقني. ولولا ان ربنا بعت لي رقية في الوقت المناسب وهي اللي ندهت على البواب وهو اللي انقذني، انا ما كنتش عارفة كان ممكن يجرالي ايه. انا مكسور بخاطري قوي يا خالته. اهدي يا حبيبتي، المهم انك بخير الحمد لله. على العموم انا مش هعديها له ومش هسكت له وهجيب لك حقك تالت ومتلت. قوليلي، الكاميرات صورت اللي حصل؟ صورت هيثم وهو داخل العمارة، والشاهد الوحيد على اللي حصل هو عم ربيع البواب. طيب سيبوا لنا الموضوع ده وانت هادي يا روان. وعلى العموم انا مش زعلانة منكم، وطول ما انا عايشة مش هسمح لأي حد يقرب منكم. رقية وروان قعدوا مع شمس في بيت جدهم القديم، وهي قررت تعمل في هيثم أكبر مقلب في حياته. في الوقت ده صفوان كان قاعد مع والدته وبيقول لها: انت ليه قصدك تصغريني قدام الموظفين؟ يا أمي أنا مش صغير وعارف أنا بعمل إيه كويس قوي. لو انت عارف بتعمل ايه كويس يبقى توافق على فيروز وتقعد معاها، البنت زي القمر وهتسعدك أنا متأكدة. فيروز زي القمر وألف واحد يتمناها، لكن أنا لأ. وانت لأ ليه بقى؟ مستني الإشارة من ست شمس؟ أنا زهقت من عمايلك دي يا ابني وما بقتش عارفة انت عايز ايه. أنا داخل أنام يا أمي. ودخل صفوان أوضته وافتكر آخر مرة شاف فيها شمس قبل كتب كتابها، لما استناها قصاد الكوافير وبعت لها حد يقول لها إنه عايزها بره. ولما خرجت شمس قالت له: جاي ليه يا صفوان؟ انت عارف إن مفيش فايدة خلاص. مش خلاص يا شمس، أنا بحبك ومش قادرة أبعد عنك. قولي للمأذون لأ، قولي له إنك بتحبيني وإن حرام أبوكي يبقى السبب في تعاستنا بقية عمرنا. ما عادش ينفع الكلام ده، وأنا ما أقدرش أصغر بابا قصاد الناس وأخلي الناس تتكلم عليه. لا انت طمعتي يا شمس،
طمعتي في فلوس نصر وعشته، روحي له يا شمس، بس افتكري اني مش مسامح في كسرة قلبي دي. صفوان افتكر يومها كسرة قلبه ودموع عينيه اللي كانت متحجرة ومش راضية تنزل وتبين انه ضعيف. صفوان لما افتكر حس بنفس المشاعر اللي عدت عليها سنين، وحاول ينام عشان يهرب من الذكريات. وتاني يوم لما شمس راحت الشركة لقيت صفوان عايزها في مكتبه، ولما دخلت لقيته بيقول لها انا عايزك تنزلي موقعين النهارده، وهيبقى معاكي السواق، والشغل ده ما ينفعش يستنى يا شمس. لا ينفع يستنى، انما اللي هعمله كمان ساعتين مستحيل يستنى. انت بتقاطعيني وبتعرضيني الاتنين في جملة واحدة؟ وايه بقى اللي هتعمليه مخليكي متشمللة قوي كده؟ يا أستاذ صفوان ده موضوع خاص لازم أعمله بنفسي، يخص بنات أختي. تقصدي بنات جوزك؟ انت متجوزة أبوهم ولا نسيتي؟ لا صح عندك حق، أنا هروح الموقع، بس اعمل حسابك إني هطلع من بره على المشوار بتاعي. انت مصممة تعنديني بقى؟ طب أنا هاجي معاكي الموقع، ووقت ما أقولك اتفضلي خلصنا هتمشي. اتفضلي قدامي. شمس راحت مع صفوان الموقع وبدأوا شغل، وكل ما شمس تطلب منه إنها تروح مشوارها يعطلها أكتر. وفجأة شمس جالها تليفون. أيوة يا عم ربيع، عملت زي ما قلتلك؟ يعني جهزت الرجالة بتوعك؟ ما تقلقش، أنا مسافة السكة وجاية. ولما شمس قفلت السكة لقيت صفوان بيسمع كل حرف بتقوله. اتخضت وقالت له في إيه يا صفوان؟ أنت لسه فيك العادة دي؟ بتحب تعرف كل حاجة؟ مين ربيع ومين الرجالة؟ انت عندكوا عركة ولا إيه؟ هقولك عشان تسيبني أروح مشواري بس. وصفوان بعد ما سمع اللي حصل مع روان اتضايق جدا. وابوها فين من كل ده؟ فالح بس يتجوز واحدة هبلة من دور عياله ويقولك تشيل مسؤوليتي أنا وعيالي؟ بالخيبة. يا صفوان انجز، معانا ولا علينا؟ ده أنا هخليها ليلة مش معدية. يلا بينا يا منعم، ودينا المكان اللي هتقولك عليه الباشمهندسة. ولما وصلوا الشقة عند البنات عملوا خطة ما تخطرش على بال إبليس. يا ترى صفوان وشمس عملوا إيه مع هيثم؟ وإيه اللي حصل بعد كده؟ كل ده هنعرفه في الجزء الأخير. اوعوا تروحوا في أي مكان، استنونا.